سؤال: هي القيمة السوقية للعيبة منتخب مصر أعلى من القيمة السوقية للعيبة كوت ديفوار؟ الإجابة طبعا لا. لو أنت جبت منتخب مصر كده التشكيل الأساسي والاحتياطي، لو بنقول مثلا 25 لاعب، وحطيت القيمة السوقية في الماركت بتاعة اللاعبين وجمعتها وقارنتها بفريق كوت ديفوار، هتلاقي القيمة السوقية لفريق كوت ديفوار أضعاف القيمة السوقية بتاعتنا. انت عندك 3 4 لعيبه هم اللي القيمه السوقيه بتاعتهم عاليه، والباقي كله قيمتهم في الماركت كلاعيبه كوره قليله جدا. طب انت كسبتهم ازاي؟ طيب هقول لك على سؤال اصعب من كده: هي القيمه السوقيه لمنتخب الساجدين، منتخب مصر اللي كسب 2006 و2008 و2010، القيمه السوقيه لمنتخب الساجدين بتاع حسن شحاته كانت اعلى من القيمه السوقيه للفرق الكتيره قوي اللي انت كسبتها، اذا كان بقى الكاميرون او كوت ديفوار او نيجيريا او غانا او غيرهم. البطولات الكتيره قوي، ال3 بطولات انت خدتهم، انت تسيدت افريقيا لمده 6 سنين. هل اللعيبه بتاعتك دول، اللعيبه دي كافراد هم كانوا الاحسن؟ طبعا لا. انت لو قلت لك مين نجم البطوله في مصر خلال ال6 سنين دول، هتقول لي لا اسماء كتير قوي، مش هتقول لي اسم واحد، لا يمكن تقول لي اسم واحد. هتقول لي المجموعه دي من اول المدير الفني للجهاز اللي معاه لغايه اللعيبه كلهم، هتقول لي 10 اسماء مثلا، هتقول لي 15 اسم في الاخر. انت هتقول لي اسماء كتيره قوي. طب ايه اللي حصل؟ انت كسبت امبارح كوت ديفوار ازاي وهم اعلى منك بكتير جدا؟ اللعيبه الافراد كافراد، لو حطيت كل بوزيشن اجينست البوزيشن بتاع نفس اللاعب عندك، هتلاقيه هو اعلى بكتير جدا، اعلى فنيا واعلى بدنيا وسرعات ومجهود وخبرات وفاليو وكل حاجه. طب ازاي انت تفوقت عليه؟ بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. في الاول وفي الاخر انت تفوقت عليه بالتيم وورك. يعني ايه بالتيم وورك؟ يعني محدش امبارح كان عايز يظهر لوحده، كل الناس بتخدم على بعض، كل الناس عايزه تنجح، عايزين المجموعه تنجح. وده سر اساسي من نجاح اي مجموعه: التيم وورك سبيريت، روح فريق العمل. جوه شركه بقى، جوه ملعب كوره، في اي مكان، طول ما احنا هنشتغل از تيم وورك، طول ما احنا هنشتغل ومش عايزين واحد بس يظهر، طول ما كل واحد فينا بيشتغل علشان خاطر المجموعه تنجح، علشان خاطر فريق العمل ينجح، تاكد تماما انك هتوصل لاحسن حاجه ممكنه. على فكره، حتى لو اتغلبت امبارح، حتى لو طلعت، مفيش مشكله، بس انت لعبت ماتش بتيم وورك سبيريت عاليه جدا. وده اللي بيحصل في شركاتنا ومؤسساتنا وفي اي مكان. طول ما هنتحد علشان خاطر هنعمل حاجه سوا صح هنعملها. طول ما هنتحد ومش هيفرق معانا اسم مين اللي هيعمل، اسم مين اللي هيجيب جول، اسم مين اللي هيظهر، في الاخر احنا عايزين كمجموعه ننجح هنوصل. طب ده ما بيحصلش في شركات كتير؟ ما بيحصلش في شركات كتير. ليه ما بيحصلش في شركات كتير؟ لان كل واحد عايز يظهر لوحده. انا عايز ابقى النجم، انا عايز ابقى احسن واحد. هتلاقي فريق العمل جوه الشركه، هتلاقي واحد هو عايز يبان لوحده. يبان لوحده يعني ايه؟ يعني عايز ياخد الشغل ويبين لمديره اللي انا اللي بعمله. عايز يظهر عشان خاطر هو يترقى. الزيادات جايه فعايز يبين ان انا احسن من الناس كلها وانا استحق زياده. لو الزياده دي 10 قروش، ال 10 قروش انا استاهل منهم 7 وبقيه الناس دي كلها 3. فيبتدي يتنطط بصوره او اخرى علشان خاطر يوصل للتارجت بتاعه. هو هنا مفيش حاجه اسمها تيم ورك سبيريت بقى، لان في الاخر الناس اللي موجوده دي كمان فاهمه كويس قوي ومديره فاهم كويس قوي. المشكله الاكبر ان في شركات بتغذي الكونسبت ده. يعني ايه شركات بتغذي الكونسبت ده؟ يعني تلاقي التوب مانجمنت اساسا بيغذوا الافكار دي، بيغذوا افكار الحقد والغل بين الموظفين وبعض، فبيخلوا التيم دايما يضرب في بعض. هم فاكرين ان هم كده بيوصلوا. طب بيوصلوا ازاي؟ فاكرين ان هم ده بيخبط في ده فبيقول لي معلومه، ده بيخبط في ده فبيقول لي معلومه، فانا ببقى عارف كل حاجه وانا قاعد على الكرسي فوق وهم كلهم الدنيا تحت مولعه. ده مش هينجح حد. ولو نجح حد ظاهريا، تعرف ان تحت الترابيزه دي في شغل كتير قوي مدفون، في شغل كتير قوي غلط. انت شكلك حلو، شكل الشركه حلو، شكل الاداره دي حلو، لكن في مشاكل كتيره جدا انت مش شايفها. علشان كده التيم وورك سبيريت دي حاجه مهمه جدا وواحده من اساسيات النجاح لاي مجموعه. هو ده كان عنصر النجاح لمنتخب الساجدين في 2006 و2008 و2010. الادارات اللي بتنجح جوه شركاتنا بتنجح علشان خاطر التيم وورك سبيريت. بيبقوا مجموعه كامله متكامله، بيقدروا يشتغلوا كتيم وورك، مش فارق معاهم مين يوصل، مش فارق معاهم مين يعرض، مش فارق معاهم مين يبان. احنا بننجح كمجموعه. وتلاقي دايما مديرهم يقول لك احنا قدرنا ننجح، احنا غلطنا، احنا عملنا حاجه كويسه، احنا هنشتغل عليها، التيم هيشتغل عليها. هو ما بيجيش يقول انا، ما بيجيش يقول فلان غلط، ما بيجيش يعلم على واحد كده من التيم يقول اصل فلان والله هو اللي دمرنا وهو اللي خسرنا المشروع ده خالص. يقول لك احنا كتيم غلطنا،
احنا اتعلمنا من الخطأ، احنا هنعمل حاجة احسن المرة الجاية. هي دي التيم وورك سبيريت اللي احنا بنتكلم عليها، ودي اساس لكل نجاح. ليه؟ لان في التيم وورك سبيريت 1+1 ما بيساويش 2، لا 1+1 بيساوي 2 و3 و4. بتيجي منين؟ بتيجي للناس بتشيل بعض. حتى لو انت عندك واحد في التيم ضعيف شويه او مستواه قليل شويه او وقع او حصل له ظروف، بتلاقي بقيه التيم بيشيله، ما بتحسش ان في مشكله. امبارح الشناوي كان اسوأ واحد في الماتش. احنا بنتكلم على فرقه فيها 11 لاعب، حارس المرمى اللي هو بيمثل 50% من قوه الفرقه دي كان اسوأ واحد في الماتش، لعب اسوأ ماتشاته، لعب اسوأ ماتشاته على الاطلاق. طب انت كسبت ازاي؟ هو الشناوي اساسا امبارح اللي اتفرج على الماتش، هو في كام كوره جت عليه؟ في كورتين، الكورتين دخلوا جون، وكور سهله جدا، كور بالعرض سهله جدا اللي هو يجيبها راح دخلت جون. طب برضه كسبنا ازاي؟ كسبنا بروح الفريق. الناس، الخط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم اللي كان بيضغط، اللي ما خلاش الكره توصل على الشناوي غير مرتين ودخلوا جون. ده روح الفريق، ده ناس كلها اجتهدت وتعبت وعملت شغل علشان خاطر توصل للنقطه دي. ودي حاجه مش سهله ابدا، ان انت تقدر تشتغل بالطريقه دي وكتيم وورك قدام حد امكانياته اعلى منك بكتير جدا. دي بتساوي كتير. علشان كده دايما بنقول للناس في الشركات، لو سمحت لو سمحت اشتغلوا كتيم وورك، اشتغلوا كوحده واحده. لو عايزين تنجحوا اشتغلوا مع بعض.